بس احنا لو لعبنا في الدوري السعودي مش هنعرف نكسب البطولة لأن الأندية قوية وعندها لاعبين عالميين. لو تحب تاخد البطولة أجيبك تلعب في نادي الهلال من بكرة لو عايز. بس أنا بحب الأهلي وما أقدرش أسيب الشحات وقفشة وباقي اللعيبة عندنا في النادي. اسمع يا إمام، الأهلي بياخد الدوري عندكم في مصر بسبب ضعف الأندية المنافسة وأخطاء التحكيم والعبث اللي بيحصل في الفار. أما عندنا في السعودية الوضع تاني، التحكيم عندنا كله أجنبي ومفيش مجال للأخطاء. بس احنا لو لعبنا في السعودية عايزين زقة كده يا مستشار عشان نعرف ننافس في البطولة. إيش متريد؟ عايزين كده كام لاعب محترف زي اللعيبة بتاعت الهلال، وياه بقى لو جبت لنا امبابي ولا فينيسيوس ولا حتى هاري كين هتبقى عملت معانا الواجب. لو جبت لعيبة أجنبية للأهلي أنت ما راح تكون في التشكيل وهيبقى مكانك على الدكة. لا 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 لا، خلينا زي ما احنا كده بس. المهم لما نشارك في البطولة عايزين نضمن اننا نشارك في بطولة اسيا كل سنة زي ما كنا بنلعب في بطولة افريقيا كل لو سنة. عايز تلعب في بطولة أوروبا أخليك تلعب في بطولة أوروبا وما تقلقش من شيء، طالما المصاري موجودة كل شيء له حل. بحيث كده بقى اروح ابلغ الشحات وابلغ قفشة وباقي اللعيبة، جاي لك يا كريستيانو وجاي لك يا بنزيما.